معظم الناس سمعوا عن الحراك الشعبي الجزائري ويعرفون عنه، لكن معظمهم لا يعرفون ما الذي كان يجري ضده من وراء الكواليس. هذا الفيديو هو عبارة عن بناء كرونولوجي لأحداث الحراك، مع كشف لتلك الحقائق المخفية عن الناس. تبدأ القصة في اليوم الذي أعلن فيه عبد العزيز بوتفليقة عن نيته للترشح لولاية خامسة. كان إعلان بوتفليقة كوقع الصاعقة على الجزائريين، فقد اعتبروه إهانة بالغة في حقهم وانتهاكا شديدا لاعتزازهم الوطني. فقد كان يبلغ من العمر 82 عاما في ذلك الوقت، وكان على كرسي متحرك وغير قادر جسديا وفكريا على إدارة البلاد. ويذكر أنها كانت تدار فعليا من قبل مجموعة يرأسها شقيقه سعيد بوتفليقة. انطلقت أولى مسيرات الحراك الشعبي السلمي في 22 من فبراير عام 2019، رافضة للولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، ومطالبة بتغيير جذري للنظام. استمر الحراك الشعبي لأسابيع رغم كل محاولات الإجهاض التي مورست عليه، ولقد نجحوا بالفعل في الضغط على نظام الرئيس السابق بوتفليقة وإجباره على التنحي. قدم بوتفليقة استقالته في 2 من أبريل عام 2019، أي قبل شهر من انتهاء فترته الرئاسية. عقب إعلانه التنحي، نزل مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم للاحتفال، ولوحوا بالأعلام الجزائرية وأشعلوا المفرقعات. لم تكن استقالة بوتفليقة كافية لإخماد غضب المتظاهرين، إذ كان طموحهم أكبر من ذلك بكثير. فقد واصل الشارع الجزائري الاحتجاجات، رافضا للفترة الرئاسية المؤقتة التي ينص عليها الدستور، والتي تقضي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 90 يوما. ويختصر هذا الرفض في شعارين بارزين في كل المظاهرات، هما: لن نشارك في انتخابات مع العصابات، ونريد بناء دولة مدنية وليست عسكرية. وفي ذلك إشارة إلى رموز عهد بوتفليقة ووجوه الفساد التي كانت لا تزال تحكم خلف الكواليس، والتي كانت تأمل أن تتوقف مطالب الجزائريين عند إزاحة بوتفليقة، دون المطالبة بإعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم. استمر الحراك لأشهر عديدة دون توقف، واستمرت معه المطالبات بإصلاحات جذرية في النظام، ورافضة لأي انتخابات. وهذا الرفض مرتبط باعتقاد واسع لدى المتظاهرين أن الانتخابات القادمة لن تعيد إلا تجديد منظومة الحكم السابقة. ولم يوقفهم لا برد الشتاء ولا حر الصيف، ولم تنطوي عليهم لا مناورات السلطة ولا أقنعتهم مختلف العروض التي قدمتها. نجحت الاحتجاجات بالفعل في الضغط على النظام، مما دفعه إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية عدة مرات. في ظل الأجواء القمعية التي عرفها الحراك، استطاع النظام في نهاية المطاف تنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، والتي تميزت بنسبة مقاطعة غير مسبوقة بلغت قرابة 60%. وكان أبرز مرشحيها نتاج النظام الحاكم السابق، كما كانوا جميعا متقدمين في العمر، في ظل الغياب التام للشباب والشابات. وأصبح خلالها عبد المجيد تبون الوزير عدة مرات في حكم الرئيس بوتفليقة رئيسا للجمهورية، وذلك ابتداء من 11 من يناير 2020. اعتبر المتظاهرون هذه الانتخابات مجرد التفاف على مطالبهم، وطالبوا بضرورة المضي في إصلاحات تتجاوز الإصلاحات الشكلية التي تحاول السلطات إقناعهم بها. جاءت جائحة كوفيد-19، واضطر متظاهرو الحراك إلى تعليق مسيراتهم، لأن الأطباء أوصوا بذلك ولأنهم حرصوا على الصحة العامة قبل أي شيء آخر. وكانت جمعة 20 مارس 2020 كأول جمعة دون مسيرات شعبية في شوارع المدن الجزائرية منذ بدء الحراك في فبراير 2019. كانت الجائحة فأل خير للنظام الحاكم، الذي تنفس الصعداء بمجرد أن قرر المتظاهرون تعليق الحراك، خوفا من تفشي الوباء بين الناس. في ظل هذه الهدنة، استطاع النظام ترتيب أوراقه ووضع خطة لمنع عودة الحراك واستئنافه وصرف الرأي العام عن المشاكل الداخلية. فبدأوا أولا بشن حملة اعتقالات واسعة ضد مجموعة من القادة السياسيين الذين كانوا ينشطون في الحراك، كرشيد نكاز، كريم طابو، وفتحي غراس. خير عليكم، راكم تشوفوا دوك راهم اعتقلوا فتحي غراس من الكارتيه من الدار. دوك صدموا لي للدار، راكم تشوفوا. ها دوك رفدوه من الدار. ها مداوع،
تدير طيب تروح. هام فتشوا داري، راكم تشوفوا كيفاش كاع خربوا لي دار. شوف لا، هام صدموا للدار، شوف كيفاش خربوا لي داري كامل، راكم تشوفوا. هاي الدار كيفاش خربوها. بعد ذلك صب النظام كل تركيزه على استقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة بهدف إلهاء الناس بها وجعلهم ينسون مطالبهم. فمن الواضح أن النظام الجزائري يطبق حرفيا الاستراتيجيات العشر للمفكر نعوم تشومسكي للسيطرة على الشعوب. سأخبركم بواحدة منهم فقط وأدعكم تقرؤون الباقي بأنفسكم. يقول تشومسكي في استراتيجية الإلهاء: حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهوه بمسائل تافهة لا أهمية لها. أبقوا الجمهور مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى. صناعة عدو وهمي هي استراتيجية أخرى تستعملها الحكومات من زمن بعيد، حيث يكمن دور العدو الوهمي في تثبيت كل إخفاقات النظام عليه، ولكن الأهم هو توحيد الجبهة الداخلية ضده وتغيير بوصلة الشارع. فتصبح أولوية الشعب والنظام توحيد كل الجهود للدفاع عن وطنهم ضد العدو الخارجي، بدلا من الالتفات إلى المشاكل الداخلية. ومن هو المرشح الأفضل للعب دور العدو الوهمي للجزائر غير المغرب؟ فقد أصبح لا يكاد أن يخلو الإعلام الجزائري من كلمة المغرب أو المروك، كما أن تصريحات الرئيس الجزائري تبون تكاد لا تخلو من الاستفزازات ضد المغرب. تم أيضا تجنيد ما يسمى بالذباب الإلكتروني، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون على نقل الصراع إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه الحقائق ونشر الأفكار السامة. لكن ما يحزن النفس هو أن الخدعة انطلت على الشعب الجزائري والمغربي أيضا، حيث أنهم شاركوا في هذه اللعبة التي لا تخدم إلا النظام العسكري. وإلى حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله.